افتتاح شطرنج تقدر تفوز بيه اي مبتدئ بسهوله بنسبه فوز اكتر من 73%. القصه بتبدا ان انا بلعب اول نقله E4 وخصمي بيرد ان هو بيلعب E5. في الموقف ده انا بنتشر بالحصان، بقول له دلوقتي انا طالب ان انا اكل البيضه اللي في مربع E5. خصمي بيقول مفيش مشكله، انا بدافع عن البيضه. وهنا انا بلعب D4، خصمي بيبدا يفكر يقول انا لو كلت بيضه في بيضه انت بتاكل بالحصان. بنخش في افتتاح الاسكوتش، انا حافظ الافتتاح ده كويس فبالتالي انا باكل بيضه في بيضه. ولكن في الموقف ده انت بتفاجئ خصمك انك مش بتاكل بالحصان ولكن بتلعب بيشوب C4 جنبيت اسمه هاكسو. وفي الموقف ده انت بتقابل شخصيه من 3. الشخصيه الاولى هي لاول مره تشوف الافتتاح فبتبدا تلعب نقلات منطقيه على الرقعه. اما الشخصيه الثانيه هي الشخصيه الخوافه او القلوقه، بيبدا يلعب نقلات دفاعيه. والشخصيه الثالثه هي الشخصيه الحفيظه اللي حافظه الافتتاح ده كويس واحسن رد عليه ايه. تعال نشوف ازاي نرد على الثلاث شخصيات دول. بس في البدايه افكرك لو انت اول مره تتابعنا ما تنساش تعمل اشتراك، ويلا بينا نبدا على طول. في الموقف ده اول شخصيه تقابلها هي الشخصيه اللي بتتفاجئ بالافتتاح، فبتبدا تفكر بشكل منطقي. دلوقتي انا عايز انتشر بباقي القطع، فبفكر يا اما انتشر بالحصان يا اما انتشر بالفيل. النقله المنطقيه اكتر هي ان انا انتشر بالفيل عشان ادافع عن البيضه الزياده بتاعي. وفي نفس الوقت لو كنت انتشرت بالحصان ممكن يفكر انه يزيح البيضه عليا، فلا خلينا في الامان ان احنا ننتشر بالفيل وفي نفس الوقت ادافع عن البيضه. وفي الموقف ده انا بلعب C3، طالب ان انا اكل بيضه في بيضه، هبقى كمان طالب ان انا اكل الفيل بعده، فبالتالي بكسب عليه تيمبو او بكسب عليه سرعه انتشار. فبالتالي النقله المنطقيه في الموقف ده ان هو ياكل بيضه في بيضه، يقول انا ما عنديش مشكله، انا اكلت دلوقتي بيضه وبعدين كلت بيضه تاني. لما بتفكر انك تاكل بالحصان خلاص انا بكمل انتشار بالحصان، بلعب D6 الاول بعدين بنتشر بالحصان وبعدين ببيت. خلاص انت كسبان بيضه، معاك شويه انتشار بس الدور كويس. ولكن المفاجاه ان في الموقف ده انت بتبدا على طول نقلات هجوميه. في الموقف ده بتاكل فيل في بيضه، تبدا تهز ثقه خصمك في نفسه. دلوقتي طبعا انا مهدد الملك بتاعه، يعني لو فكر ان هو يمشي بالملك خلاص انا برجع بالفيل. في الموقف ده هيبقى دوري كويس، فبالتالي بيفكر ان هو ياكل ملك في فيل. في الموقف ده انا بمشي بالوزير بديله كش ملك، وفي نفس الوقت هبقى طالب الفيل عشان استرد القطعه. وفي الموقف ده يعني لسخريه القدر ان هنا احسن نقله للاسود ان هو يرجع بالملك هنا ويسمح لي ان انا اكل الفيل بكش. فبالتالي الشخصيه دي مش هتلعب النقله دي اصلا. النقله المتوقعه في الموقف ده الشخصيه دي شخصيه منطقيه، فبالتالي النقله المتوقعه ان هو يرجع بالملك مكانه. وفي الموقف ده افضل نقله ليا مش ان انا اكل الفيل، ولكن افضل نقله ليا طبعا لو كلت الفيل ما زلت بكسب، ولكن النقله الافضل ليا هي ان انا الاول اديله كش ملك، استفزه ان هو يلعب نقله الG6. طبعا اللي جيب الملك هنا من شويه مش هتديله كش هيرجع بالملك هنا، لا هتديله كش هيلعب G6 ويقول لك هات الوزير بتاعك. طب ايه الاستفاده من حاجه زي كده؟ الاستفاده ان انا اضعفت الوتر ده. في الموقف ده انا باكل الفيل، وهنا دلوقتي انا طالب البيدق بتاعه اللي في مربع C3. فبالتالي ممكن يفكر في الموقف ده الاسود ان هو بعد ما اكلت الفيل بتاعه ان هو يفكر ان هو ياكل بيدق في بيدق. ساعتها انا باكل بالفيل وببدا ان انا اضغط على الوتر. تخيلوا مثلا لو كان البيدق هنا وهو النقل عليه كان بينتشر بالحصان ما عندوش مشكله كبيره، ولكن دلوقتي بعد ما لعب نقله الG6 لما كلت انا بالفيل الوتر ده بقى ضعيف جدا. في الموقف ده لو فكر مثلا ان هو يلعب نايت F6 انا بكمل انتشار ان انا ببيت، هو مش عارف يبيت مش عارف يكمل انتشار بالقطع بتاعته. لو جيب الملك هنا ممكن افكر ان انا انط بالحصان، ممكن افكر ان انا ازيح البيدق. فبالتالي في الموقف ده انا بكسب الدور بسهوله. ولو فكر في الموقف ده هنا الاسود بدا يخاف ان هو ياكل بيدق في بيدق لانك بتاكل بالفيل الوتر ده ضعيف جدا. ففكر ان هو يلعب مثلا نقله الD6 يقول لك هات الوزير بتاعك. في الموقف ده انت ما عندكش مشكله تاكل بالوزير وبتبدا برضو تضغط على نفس الوتر الضعيف ده. يكمل مثلا ان هو ينتشر بالحصان ضاغط على البيدق، ولكن في الموقف ده انت بتبيت لانه ما بيقدرش ياكل حصان في بيدق لان الرخ ورا مش محميه. في الموقف ده انت مش مطالب انك تحفظ اكتر من كده، ولكن تعالوا نشوف كده دور انتهى تقريبا بعد 7 نقلات تانية عشان اوريك الدور ممكن يمشي ازاي. في الموقف ده كمل هنا الاسود ان هو جيب الرخ بيدافع عن الحصان بتاعه. بتكمل انك بتيجي بالفيل طالب الرخ، يمشي بالرخ تنط بالحصان طالب الرخ تاني. الرخ ملهاش مربعات كتير، لو فكرت الرخ ان هي تيجي هنا فانا باكل الحصان بتاعك ببلاش. فبالتالي انت مضطر انك تيجي بالرخ في المربع السيء ده. وهنا انا بكمل انتشار ان انا باجي بالرخ بحاول ان انا احضر ان انا ازيح البيدق وافتح على الملك واديله كش مات. يفكر مثلا هنا الاسود ان هو ينط بالحصان يقول له هات الفيل بتاعك. الفيل شبه اتحبس، والفيل لو مشي في اي مكان ممكن اكل الحصان بتاعك، ولكن في الموقف ده انا بديك كش ملك.
تطلع بالملك، كش تاني بالوزير، المربع ده ممنوع لازم تنزل بالملك، وهنا انا بنزل بالوزير وبديك كش مات. فبالتالي اول شخصيه هي نقله البيشوب سي 5، انا بلعب لك سي 3، وفي الموقف ده تقريبا انت لو كلت بيدق في بيدق خلاص انت بتخسر الدور بعد نقله فيل في بيدق. فممكن يفكر في الموقف ده الاسود ان هو يلعب نقله النايت اف 6. فكره نقله النايت اف 6 ايه؟ ان انا لو كلت بيدق في بيدق بيفكر ان هو يمشي بالفيل بكش ملك، وبنوصل لشكل شبه الافتتاح اللي هو اسمه الطابق الهادي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو لعبت اول نقله اي 4 اي 5 انتشرت بالحصان، انتشر بالحصان، وهنا انا بنتشر بالفيل، بينتشر بالفيل، بلعب سي 3 ينتشر بالحصان، بعدين بلعب دي 4 ياكل بيدق في بيدق، اكل بالبيدق وبعدين يديني كش ملك. بنوصل لنفس التفريع هو بعد نقله اي 4 اي 5 بنتشر بالحصان وبعدين بلعب دي 4 ياكل بيدق في بيدق، بلعب بيشوب سي 4 يجي بالفيل، بعدين بلعب سي 3. في الموقف ده لو كل بيدق في بيدق احنا قلنا بناكل فيل في بيدق، ولكن لو انتشر بالحصان في الموقف ده وهنا انا اكلت بيدق في بيدق بيديني كش ملك، بنوصل لنفس الشكل هو. الشكل ده يبان ان هو شكل قوي. معايا بدايين في المركز، طالب ان هو لما يمشي بالفيل في اي مكان ببدا ان انا ازيح البيادق واطرد الحصانه من مكانها، ولكن في الموقف ده لحسن حظ خصمي ان هو عنده الكش دي قويه، لان في الموقف ده هو مديني كش ملك وفي نفس الوقت هو طالب البيدق بتاعي، فبالتالي انا بلعب نايت سي 3 عشان اغطي على الكش. ولكن في الموقف ده الاسود بياكل حصان في بيدق، ضاغط على الحصان بقطعتين ومش محمي غير بس بقطعه واحده، ولكن في الموقف ده انا ببيت بسيب له بيدق تاني. الموقف ده موقف متعادل، انا خسران بيدق حتى الان ولكن معايا تعويض عن البيدق ده، ولكن احنا مش عايزين نخش في كل الكلام ده. لا، في الموقف ده اول ما يلعب لي نقله النايت اف 6 في الموقف ده افضل حاجه هي ان انا ابيت، اسيب له لو عايز تاكل حصان في بيدق انا باجي لك بالرخ، اما لو عايز في الموقف ده تاكل بيدق في بيدق فهنا انا بكمل هجوم على طول، ان انا بزيح البيدق، بقول له هات الحصان بتاعك. تفكر مثلا انك تمشي بالحصان، وفي الموقف ده احنا عارفين النقله الصح ايه، ان انا على طول اهز ثقة خصمي بنفسه ان انا اكل فيل في بيدق. تفكر مثلا انك تاكل بالملك، وهنا انا ممكن افكر ان انا ارجع لنفس التفريع القديم ان انا اديله كش ملك وبعدين اكل الفيل بتاعه، ولكن في الموقف ده كمان عندي نقله اقوى وهي ان انا امشي بالحصان بكش ملك. طبعا لو فكر ان هو يمشي بالملك هنا خلاص انا باكل الحصان بتاعه، اما لو فكر ان هو يمشي بالملك هنا عندي طبعا ان انا اكل الحصان، ولكن كمان عندي نقله افضل وهي ان انا امشي بالوزير بكش ملك، تمشي بالملك وبعدين اديك بالوزير كش مات. فبالتالي احنا عرفنا ازاي نرد لو خصمي لاعب نقله البيشوب سي 5، لو خصمي الشخص اللي بيفاجئ بالافتتاح وبيلعب نقله البيشوب سي 5 النقلات المنطقيه. تعالوا نشوف الخصم الثاني اللي هو الشخص الخواف شويه، لا يقول لك انا مش عايزك تنط لي بالحصان في المربعات دي خالص، لا انا هلعب اتش 6 همنعك انك تنط بالحصان شويه الان. في الموقف ده انا بلعب نقله منطقيه وهي ان انا ببيت، وهنا انت بتفاجئ ان انت مطالب انك يا اما تنتشر بالحصان يا اما تنتشر بالفيل، ما عندكش حل تاني. لو فكر هنا خصم ان هو ينتشر بالفيل خلاص هو امن نفسه فبيلعب الفيل. في الموقف ده انا بكمل بنفس الكلام هو ان انا العب سي 3 ضاغط على البيدق اللي في مربع الدي 4. دلوقتي لو فكر ان هو ينتشر بالحصان فخلاص انا باكل بالبيدق مش خايف من حاجه، ما عندوش فكره ان هو يديني كش مالك وبعدين ياكل البيدق، خلاص بتمشي بالفيل في اي مكان وابدا ان انا ازيح على الحصانه بتاعتك، تضطر انك ترجع بالحصانه تاني لاماكنها، فبالتالي طبعا دورك سيء جدا. ولو فكرت في الموقف ده انك تاكل بيدق في بيدق فاحنا عارفين الرد الصح في الموقف ده، وهو ان انا اكل فيل في بيدق بكش ملك، تاكل بالملك اديك كش بالوزير ترجع بالملك. وهنا مفيش منطق ان انا اديله كش ملك، لان الكش ملك دي مش بتستفزه ان هو يزيح البيدق، لان لو زاح البيدق انا باكله ببلاش، فبالتالي الكش ملك دي بتستفزه ان هو يحط الملك في افضل مكان، لا انا عايز اخلي الملك في المكان السيء ده، فبالتالي لا انا باكل الفيل مباشره. لو فكر ان هو ياكل بيدق في بيدق باكل بالفيل ضاغط على البيدق اللي في مربع الجي 7. يفكر مثلا ان هو ينتشر بالحصان وهنا انا بلعب اي 5 طالب الحصان بتاعه، فبالتالي نقله البيشوب سي 5 في الموقف ده نفس الكلام بلعب سي 3 فيل في بيدق وبعدين بطلع بالوزير هنا. اما في الموقف ده لو خصمي يفكر ان هو ما ينتشرش بالفيل ولكن ينتشر بالحصان، مع اني ما اظنش ان الشخصيه دي هتلعب لك النقله دي، لان النقله دي انا ممكن افكر ان انا ازيح البيدق واطرد الحصان بتاعك، هو شخصيه شويه خواف فبالتالي ما اظنش ان هو هيسمح بحاجه زي كده الا لو هو اصلا مش واخد باله ان انا ممكن ازيح البيدق. في الموقف ده فعلا انا بزيح البيدق، بقول له هات الحصان بتاعك، حصانك بيبدا يطارد. لو فكرت انك ترجع بالحصان طبعا موقفك وحش، حتى لو فكرت انك تطلع بالحصان هنا فانا باجي بالرخ ادافع عن البيدق وبعدين بطرد حصانك، الحصان اتحبس.
فبالتالي في الموقف ده افضل نقله صعب ان الخصم يجيبها وهي نقله الدي 5. يقول لي لو كلت مثلا حصاني انا باكل فيلك، ولكن في الموقف ده ببساطه انا بمشي بالفيل، ما زلت طالب الحصان، ما زلت ضاغط على البيدق عايز اجيب الرخ، فبالتالي في الموقف ده انا دوري افضل. احنا كده عرفنا نرد ازاي لو خصمي لاعب نقله الاتش 6 برد ازاي، ولو خصمي لاعب نقله البيشوب سي 5 برد ازاي. تعال نشوف بقى الشخصيه الثالثه وهي الشخصيه الحفيظه، ان هو يلعب لك نايت اف 6 مش خايف من نقله الاي 5، هو حافظ كويس بيلعب ايه. فعلا نايت اف 6 هي افضل نقله. في الموقف ده انا بلعب نايت جي 5، بقول له دلوقتي انا ضاغط على البيدق اللي في مربع الاف 7 بقطعتين، فبالتالي اكتر نقله بتتلعب هنا هي انه يلعب دي 5 ويدافع عن البيدق اللي في مربع الاف 7. هنا انا باكل بيدق في بيدق، بياكل بالحصان، والموقف ده فيه تضحيه مشهوره وهي ان انا اكل حصان في بيدق، طالب الوزير وكمان طالب الرخ، اجبره ان هو ياكل بالملك، وساعتها انا اضعفت له الوتر ده خالص، بخرج بالوزير بكش ملك، مديله كش وفي نفس الوقت ضاغط على الحصان بقطعتين اللي مش محمي غير بس بقطعه واحده. طبعا ما ينفعش في الموقف ده تيجي بالحصان وتغطي لان ساعتها هتبقى مكشوش بالفيل، فبالتالي انت مضطر انك تمشي بالملك. اي ماشيه بالملك لاي مكان خلاص انا باكل الحصان بتاعك، استرديت القطعه ووضع كويس، فبالتالي انت مضطر انك تطلع بالملك لقدام عشان تدافع عن الحصان بقطعتين. ولكن في الموقف ده انا ببساطه ببيت وببدا ان انا اديله كش بالرخ. طبعا ملكك في وضع سيء جدا، انا خسران قطعه ولكن انا بكسب الدور، فبالتالي في الموقف ده نقله ملك في حصان، النقله دي نقله سيئه، ولكن لحسن حظ خصمي في الموقف ده ان هو عنده نقله قويه ان هو يديني كش ملك، والكش دي صعب ان انا اصدها. طبعا لو فكرت ان انا امشي بالملك هيبقى وضع ملكي سيء، لو فكرت ان انا اغطي بالفيل فانا سبت التهديد بتاع الحصان، ممكن يفكر ان هو ياكل وزير في حصان. اما لو فكرت ان انا اغطي بالوزير فهو ممكن يكسر وزراء، وهنا طبعا صعب ان انا اهاجم بدون وزير، فبالتالي في الموقف ده انا اصلا مش باكل حصان في بيدق، ولكن في الموقف ده انا ببيت وبسيب له الوضع زي ما هو، بقوله دلوقتي انا طالب ان انا اجي بالرخ واحاول ان انا اديك كشات واكمل هجوم. وهنا النقله المتوقعه للاسود ان هو يلعب بيشوب اي 7 ضاغط على الحصان، وفي نفس الوقت بيغطي على الملك، وفي نفس الوقت طالب ان هو يكمل انتشار ان هو يبيت. نقله منطقيه 100%، ولكن في الموقف ده نقله حصان في بيدق النقله دي بقت قويه، لان هنا لما بياكل بالملك انا بلعب كوين اتش 5 كش ملك، كوين اف 3 ان انا اخرج بالوزير من هنا كش برضو ومهدد الحصان، برضو النقله دي كويسه، ولكن كوين اتش 5 النقله دي نقله اقوى لاني بستفزه ان هو يلعب نقله الجي 6، لان هي نقله منطقيه ان هو يقول له هات الوزير، عايز اجبرك انك تاكل مثلا وزير في حصان، وساعتها بكسر وزراء وملكي بقى في امان. ولكن في الموقف ده انا باكل بالفيل بديله كش ملك، تمشي بالملك ويبان ان الملك اتأمن، ولكن في الموقف ده انا بمشي بالفيل، تطلع بالملك بديك بالوزير كالشمال. فبالتالي بعد نقله النايت اف 6 هنا انا بنط بالحصان وبرده الهجوم خطير. في الموقف ده افضل نقله للاسود، لازم بقى يكون حافظ ان هو يلعب نقله النايت اي 5، النقله دي صعبه ان هي تتجاب على الرقعه الا لو هو حافظ، لان في التفريع الاساسي اللي بتتلعب فيه التضحيه دي هي ان انا بخرج بالفيل يخرج بالحصان، وهنا انا بنط بالحصان. في الموقف ده مفيش متاح بالنسبه للاسود غير ان هو يلعب دي 5. نقله النايت اي 5 دي اصلا مش موجوده في التفريع الطبيعي، فبالتالي بعد نقله ان انا العب دي 4 ياكل بيدق في بيدق، العب بيشوب سي 4 ينتشر بالحصان، انط بالحصان، النقله دي مش منطقي ان هي تكون موجوده، فبالتالي هي دي افضل نقله. وساعتها انا بضطر بقى ان انا اكل وزير في بيدق، طالب الحصان بتاعه، دلوقتي انا طالب ان انا اكل وزير في حصان، تاكل حصان في فيل، اكل بالوزير، طالب ان انا اديك كشمات، تلعب مثلا دي 5 في الموقف ده، باكل بيدق في بيدق، تاكل بالوزير، وهنا انا مش بكسر وزراء لان لو كسرت وزراء مش بستفيد حاجه، حصانك في مركز الرقعه، ولكن في الموقف ده انا برجع بالوزير بكش ملك، تغطي بالفيل، وبعدين بكمل انتشار ان انا ببيت، بعدين عايز انتشر بالحصان اكسب تيمبو على الوزير او ان انا اهدد الوزير. ولكن الخوف دلوقتي لو انا بلعب بالاسود وخصم لعب لي اول نقله اي 4، انا خايف ان انا العب نقله الاي 5 وابقى انا شخص من الثلاث اشخاص اللي احنا اتكلمنا عليهم في الفيديو، فبالتالي انا جبت لك اقوى دفاع بالاسود على نقله الاي 4. ممكن تتفرج على الفيديو ده، اكتب لنا رايك في الكومنتات في الافتتاح، ونشوفكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.